السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. انا بحب افتح الكراتين، يمكن النهارده كمان فتحتها، استعجلت شويه، كنت المفروض افتحها قدامكم. الاول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي اول مره يشوفونا، احنا مسك الختام، والفيديوهات دي هتنزل برضو على القناه الجديده اللي انا وعدتكم بيها ان انا هعمل لكم قناه، لان كلكم كان نفسكم ان احنا نعمله قناه يوتيوب، وعملناها الحمد لله، وهتبقى اسمها عروسه بسيطه، وهبعت لكم اللينكات بتاعتها. جت بقى بالصدفه ان اول فيديو، معرفش ده بقى هينزل اول فيديو فيها ولا هيبقى تاني فيديو، لان ممكن اعمل فيديو تعريفي لينا احنا وللهدف بتاعنا اساسا. بس الفيديو النهارده كان معمول خصيصا ان في واحده دخلت كتبت لي في التعليقات ان ايفون من الحاجات اللي داخل المقاطعه. لا طبعا هي مش داخل المقاطعه خالص. هي استيراد بولندا واسبانيا، والناس اللي منزله شادي شي جي بي. انا ممكن تبقى شهادتي مجروحه شويه، خصوصا للناس اللي لسه جديده، يعني اللي ما تعرفش مجرمينه. طبعا زبايني هم بيبقوا عندهم مصداقيه لان عارفيني ومجربين المنتجات، بس انا بقول لكم ان انتوا ممكن تفتحوا حاجه اسمها شادي شي جي بي، تسالي ايفون ايه، هيطلع لك ان ايفون منتج بولندي واسباني، يعني اسبانيا وبولندا هي اللي بتصنع الحاجه دي. النهارده هعمل الريفيو عن البلسم. البلسم ده يا جماعه تحفه تحفه بجد، يعني اللي تستخدمه مفيش داعي بقى الحمام كريم واروح اجيب حمام كريم، لا استكفي بده، انا بقولك استكفي بده. مهما كان شعرك بايظ، مهما كان شعرك فيه مشاكل، البلسم بتاع ايفون بجد ملهوش حل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وفي منه انواع كتير، بس انا النهارده جايبه لكم اللي هو الذهبي ده، بس في منه انواع كتير لسه هجيبها لكم واوريها لكم. طب الاستخدام البلسم بقى اساسا ازاي؟ الاول الشامبو يا جماعه ما نكتروش من استخدام الشامبو اساسا، عشان في ناس تحب تعمل شعرها كده كانها ايه كانها بتغسل غسيل، كل شويه كل شويه بالشامبو وترغي. في زيوت طبيعيه ربانيه من عند ربنا بتبقى في الشعر، انت بتفقديها بالشامبو، ماشي. فاهم حاجه، انا بحب المجموعه السودا دي بالذات، لان الكيميكال اللي فيها ما فيهاش كيميكال، يعني ينفع ان هي الناس اللي تستخدمها اللي هي عامله البروتين والارجان والحاجات دي، زيرو امونيا. فانا بحب حتى اللي مش عامله الارجان والبروتين تستخدم المجموعه بتاعه البروتين والارجان، لان بتبقى زيرو امونيوم، واساسا الامونيا ده بيبوظ الشعر. فخليكي في الحاجه السليمه، احنا كده كده كفايه الميه اللي داخلها كلور، فما يبقاش الميه داخلها كلور. وكمان الشامبو اللي انت بتجيبيه من الصيدليه ولا بتجيبيه من عند، اولا ممنوع تجيبي شامبو من اي حد بيبيع اللي هي الحاجات التجميل، الناس اللي بتبيع بره دي ادوات التجميل دول، لان الحاجات دي يعني مرفوض خالص ان انت تجيبيها. تمام. الصيدليات بقى بتجيب الشامبوهات فعلا كويسه وكل حاجه، بس الاسعار بتبقى جامده جدا، برضو ما بتبقاش براند، لان زي ايفون. يعني ايفون انا بجد من الحاجات اللي اولا سعرها بقى في المعقول، وحاجه نظيفه، براند نظيف، بتستخدمي حاجه فعلا يعني تامني ان انت تحطيها في شعرك، لان شعر الست هي تاجها يا جماعه، ده اقل حاجه، يعني ابسط حاجه. انا كنت هتكلم وهعمل لكم حلقه خاصه بالجسم، يعني لازم ان جسمك يتظبط، لازم تخسي، لازم ان انت طول حياتك كده تبقى عايشه حياه دايت، مش حياه دايت اللي هي ان انت تقفلي على نفسك وتحرمي نفسك والكلام ده، لا. يعني ده بقى هناخدوه في حلقه لوحدها، ازاي تبقي طول حياتك عامله دايت، وازاي تظبطي جسمك وانت مش حارمه نفسك، وانت عايشه حياتك الطبيعيه، بس انت بتعملي شويه تكات بسيطه جدا هتلاقي نفسك اول حاجه ما بتزيديش، تاني حاجه بتخسي حتى لو على المدى البعيد. ماشي، خلينا دي في حلقه لوحدها عشان ما شتتكمش، خلينا دلوقتي في الشعر. شعرك ده تاجك، لازم، مفيش حاجه اسمها اصل انا كبرت، اصل انا عديت ال40، اصل انا لازم شعري يقع، اصل انا عشان بشتغل لازم شعري بيقع عشان بحط طرحه. كلنا حاطين طرح على شعرنا عدد ساعات كبيره، بس لازم ان انا ادام بعمل في شعري حاجه زي كده، لازم اديله حاجات المعالجه تعوض شعري الفتره اللي انا كنت حطيت عليها الطرحه. مش تسيبي نفسك بقى ان انت تقرعي، وتسيبي نفسك ان انت شعرك يبقى فيه قشره، وتسيبي نفسك للطبيعه الربانيه كده، لا. لازم ان انت ده كانك حاطه نبات بتزرعيه، بتسيبيه
وتسيبيه كده، ولا بتزقيه كل شويه ميه وفي ناس كمان بتحط قطعه سكر في الزرع، وفي ناس يعني ليه تكنيك علشان الزرع ده يديكي. مفيش حاجه اسمها اصل انا مولوده شعري خشن، لا يا حبيبتي، انت ممكن تعملي شويه حاجات بسيطه، شعرك لو جاف هيبقى فيه لمعه وتظبطي شعرك. مفيش حاجه اسمها اصل دي خلقه ربنا، ما خلقه ربنا وجميله والحمد لله واحنا احسن من غيرنا. بس في بعض الحاجات ان انت تعمليها تخلي شعرك ده كويس جدا 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 على الاقل وانت لماه. انا مش بقولك سيبيه بقى ويبقى سايح ونايح على ظهرك، لا، بس على الاقل وانت لماه شكله حلو، على الاقل فيه شعر، مش شعرك متساقط وقرعه وتقولي بقى اصلك ما هو دي طبيعه شعري. لا، دي مفيش طبيعه شعر واحده ست ان هي تبقى شعرها خفيف او يتساقط. تمام. يبقى اول حاجه هجيب المنتجات اللي هي مش داخلها الامونيوم، اللي هي الحاجات لو انت نسيتي الكلمه ديت او صعبه عليكي تقولي انا عايزه الشامبو وبلسم اللي بينفع مع الشعر اللي معمول بروتين. تمام. طيب لو انت عندك المقدره ان انت تجيبي حاجه ايفون، يبقى يا ريت، لان براند معروف ومحترم جدا وفعلا حاجته جميله جدا جدا. طب مش قادره او مش معايا او كده، يبقى هتجيبي حاجتك من صيدليه، ما تجيبيش حاجتك من الناس اللي بتبيع الميك اب. تمام. حتى حاجه ايفون ما تجيبهاش من الناس اللي بتبيع الميك اب. انا عشان كده فتحت لكم الكراتين يا جماعه، لان للاسف في حاجات بره بتتباع في المحلات بتاعه الميك اب ويقول لك دي ايفون وهي نفس العلبه، وعلى فكره نفس العلبه بالظبط، بس بتبقى حاجات مضروبه. تمام. يعني انا لو انا مش شغاله في الشركه بجد ما كنتش فهمت وما كنتش عرفت. الصابونه دي للناس بقى اللي عندها على طول حبوب وبشره دهنيه والدنيا بايظه عندها، دي صابونه. مش هقولك حطي كريمات، حطيها كده في الحمام عندك بس في حته عاليه عشان ما حدش يستخدمها غيرك. ولما تيجي تغسلي وشك بالصابونه بدل ما تستخدمي الصابونه العاديه، معلش هتتعبي نفسك شويه وتمدي ايدك فوق وتجيبيها وتغسلي وشك بيها. دي هتخليكي في حته تانية. دي هتقعد عندك قد ايه؟ دي هتقعد عندك سنه لو استخدمتيها بالاستخدام اللي انا بقوله لك، وما ترميهاش على الحوض وتسيبيها للميه. يعني بعد ما خلاص عملتي بيها وشك تحطيها تاني في مكان فوق، في حته يعني رف يكون عالي، دي ممكن تقعد عندك سنه. الصابونه دي هتقعد عندك سنه تغسلي بيها وشك. وممكن زوجك يستخدمها لو هو بيتعرض لشمس كتير او تراب او كده، برضو جميله جدا جدا. عندك حد البنات اللي في سن المراهقه، تحفه تحفه تحفه. تمام. وهتوفر معاكي كتير جدا، وبجد حاجه كده جميله قوي. عايزه اقول لكم ان انا مفيش اي حاجه جوه المقاطعه بنزلها عندي في ال في الصفحه بتاعتي. فيعني عايزاكم يبقى عندكم كده يقين كده ان مفيش جمانه عمرها ما هتنزل حاجه جوه المقاطعه، يعني داخل المقاطعه او حاجه اسرائيلي او حاجه امريكي، عمري ما هشتغل فيهم. انا بحب المستورد جدا عشان ابقى صريحه معاكم، لان لما بشتغل في اي حاجه مصري مش برتاح فيها ومش بكمل فيها، حتى في المفروشات، حتى في بديل السجاد. بشتغل في المستورد، بس بتبقى بعيده كل البعد عن ان يبقى حاجه اسرائيلي او حاجه امريكي او الكلام ده كله. اسالكم الدعاء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هبعت لكم اللينكات بتاعتي كلها، هتلاقوها كل شويه بنزلها لكم، اذا كان تليجرام، اذا كان فيس، اذا كان القناه اللي ان شاء الله باذن الله ان انتوا فضلتوا تقولوا لي يا مجمانه يا ريت تعمل لنا قناه يوتيوب. خلاص اهو بنفذها وهنزل لكم الفيديوهات كل شويه، هنزل لكم اللينكات عشان الحاجه اللي انت بترتاحي لها وبتبقى سهله ليكي في الفتح، يعني تفتحيها تلاقي فيها المنتجات وتقدري توصلي لي بكل سهوله. كل سنه وانتم طيبين. الشحن في بعض الشحن الاوردرات معينه هتبقى مجانا، في شحن داخل اسكندريه وفي خارج اسكندريه. الناس اللي اول مره تتفرج علينا، احنا اساسا موقعنا الاساسي شارع صلاح الدين مع تقاطع 16 السيوف، اسكندريه، بس في شحن داخل وخارج اسكندريه. في دعم للعرايس الايتام والمعاشات والمطلقات، دول بيكون ليهم دعم معانا وليهم اسعار خاصه خالص غير الخصومات الاساسيه اللي انا بعملها لكل العرايس وكل ربات البيت. تمام. بتعمل ايه؟ بتبعت لي بس ما يثبت على الواتساب. كل سنه وانتم طيبين، واسالكم الدعاء. واي حد محتاج اي حاجه للشعر، للبشره، لاي حاجه يبعت لي، وانا ان شاء الله هجيب لكم حاجه في متناول الايد، وحاجه تكون فعلا ثقه، وحاجه في متناول ايدينا كلنا، مش حاجه من الحاجات الغاليه، لان انا عارفه طبعا ان ظروفنا كلنا
بقت واحد. وحتى اللي عنده دلوقتي فائض بنحاول ان احنا بالفائض اللي عندنا ده نتقي الله ونحوشوه نتبرعوا بيه للناس. يعني شايفين المسلمين في افريقيا وفي غزة فعلا محتاجين لكل تبرعاتنا. حتى الناس اللي هي معاها ماديات حلوة تحاول ان هي تتقي الله جدا في الصرف علشان نقدر نساعد اخواننا في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.